بوم 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 أراد أن يسدد الله يا شباب الله 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 هيا 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 لا 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 يا حسن يا غويلا الذي كان يراقب هذه الكرة وكان يريد أن تكون بالشباك ولكنها لم تأتي بالشيء الذي أو بما اشتهت السفن. نبقى من جديد نعيش على كل صغيرة وكبيرة في هذه المقابلة، على كل كرة وعلى كل تمريرة وعلى كل لمسة. هنا التدخل الدفاعي، الواجبات الدفاعية، يريدون الخروج من تحت الضغط. كلهم الآن في الخلف، كلهم الآن الإعلاميون يدافعون. مرتد الآن يقودونها، يلعبونها، يتريثون، يأخذون نفسا عميقا، دقة، مهارة، تسديدة، لكن كانت قريبة كانت قريبة كانت قريبة. كادت أن تأتي بهدف الخلاص، كادت أن تأتي بهدف الحسم لولا الطاقة الإلهية التي كانت بجانب مجموعة مدارس بياب والتي منعت هذه الكرة من التسجيل. الحد العاتر الذي منعها. هنا طارق عطا يلعب كرة من جديد. امين يطلب الكرة، هشام الكرة وصلت في هذه اللحظات، يتريث امين الان، امين يهدئون من اطوار اللعب. السلام عليكم، تحية لمنبر اخبار القنيطرة. كانت مقابلة شيقة عرفت تنافس ندي بين الطرفين، بين فريق الإعلاميين وفريق مؤسسة بياب. كان خصم قوي، ولكن الحمد لله فريق الإعلاميين استطعنا أننا نحلوا الشفرة ديال المقابلة. حصلنا على عدة فرص وتمكنا من تسجيل 3 أهداف وسالت المقابلة ب3 مقابل 2. كان فوز مستحق وكانت مقابلة متكافئة، لكن الفوز كان حليف الفريق الذي كان أكثر تركيزا هو فريق الإعلاميين. وشكرا موقع أخبار قنيطرة على مواكبة هذه الحدث الرياضي. السلام عليكم، مساء الخير، رمضان مبارك سعيد. اطار الدوري الرمضاني اللي كتنظمه فريق الاعلاميين، مباراه ما بين فريق الاعلاميين وفريق البياب. كانت مباراه صعيبه لان الفريق الاعلاميين سنيا كانت الاعمار ديالهم كتراوح بين 18 عام و 22 سنه. لعبوا الكره وكانت دازت المباراه في اجواء يعني كرويه رائعه، واجواء ديال الروح الرياضيه رغم الاحتكاكات وبعض المناوشات. ورمضان مبارك سعيد. قال لك على الاجواء. لا بديتي انا اليوم كما كتشوفوا الافتتاح ديال الدوري الرمضاني تحت شعار اولاد حلاله اللي منظم من طرف الاعلاميين مدينه القنيطره. الحمد لله اليوم المباراه الاولى فازوا بها الاعلاميين، فريق الاعلامي. الحمد لله غادي انا كمدرب كنقول لهم تبارك الله عليكم. كما تشوفوا الاجواء كانت واعره فقط الزرع كلمه. كيفاش جات الاجواء الصراحه كانت مزيانه، وخا الجو ديال رمضان واجواء رمضان، ومع ذلك كنشوفوا اللعابه كانوا في لياقتهم البدنيه رائعه، وكنتمنى شي دوري اخر ان شاء الله نكونوا مشاركين فيه الاعلاميه. خويا راه عندنا الدراري ناضي، عندنا الدراري ناضي. سيتجمع بين فريق الإنسان وفريق يعني ببطولة رمضانية يعني حلالة وهذا الفريق الإعلامي نشكروه لهذا التظاهر الرياضي اللي غادي تبقى إن شاء الله تذكر مدينة القنيطرة فيما يخص المقابلة. وكانت مقابلة شيقة جمعت ما بين مجموعة مدارس بياب وفريق الإعلاميين، وكانت تمتاز بالندية وكذلك يعني هجومات من الطرفين. والفريق اللي فاز هو اللي كان يعني يستحق. بداية هذه المباراة لفريق إذا شكرا نادي تحية إعلامية القنيطرة. اليوم كتبعنا دوري أبناء حلالة في النسخة الأولى منظم من طرف الإعلاميين مدينة القنيطرة. كنتمنى على أن الأجواء تكون أخوية، تكون الروح الرياضية بين الزملاء جميعا. هي لا إجماع من الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. تنشكركم على هذه المبادره الطيبه، هذا الشهر الوليد دارت احياء ذكرى جميله واول مره تكون واقعه طرف الصحفي ديال القناه. تنشكرهم شكر جزيل لهم، وتنتمنوا هذا الشهر تبقى ديما كل عام ماشي غير مره واحده. ومباراه دازت شيقه، مباراه جيده من الطرفين، وخسرنا هذه المقابله ماشي مشكل، المقابله الجايه ان شاء الله نعوض. شكرا.